ريحه رمضان واش راهي دايره. السلام عليكم. وانا نطيب في الشوربه والبريك العنابي، ريحه رمضان دايره حاله في الكوزينه، واليوم حندير لكم لا غوسيت تاع البريك باش ديروه رمضان ان شاء الله. وصفه سهله ماهله وبنتها كالعاده لهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها رايحين نطيبوا البطاطا، ومام كنت نطيب في الشوربه. هنا نقيت 3 حبات بطاطا اللي كنت قطعتهم هكذا، درت لهم شويه غير طيب هذيك البطاطا وهي سخونه هكذا تعبزوها مليح بهذه الطريقه. واش نسحقوا في البريك؟ نسحقوا الفيونداشي، المعدنوس، الفرماج، البصل، الزيتون، البيض، الهريسه. ودوك نبداو الحاجه الاولى نطيبوا الفيونداشي في مقلاة، درت فيها شويه تاع الزيت، كميه تاع الفيونداشي، نزيد لها شويه تاع البصل اختياري مع فلفل كحل وشويه تاع الملح، ونقليهم مليح فوق النار حتى وين يطيب لي هذاك الفيونداج. ونبداو نشكلوا في الحبه تاع البريك. لازم لكم تبسي يكون بلان، نحطوا الورقه الاولى تاع الديول مع نص ورقه فوقها. نديروا كميه تاع البطاطا اللي كنا عبزناها مليح. هنا زدت لهم شويه عليه هريسه، شويه تاع البصل المقطع، الزيتون، المعدنوس، ديروا الزيتون الكحل كيما حبيتوا. ونجي ندير هنايا الفيونداج اللي كنا طيبناه صاير داير. واللمسه تاعي تاع البريك باش يجيني بنين نزيد له شويه تاع الموتزاريلا من عند كومبانيلا. افضل موتزاريلا تقدروا تستخدموها في لي بيتزا، في لي غراتا، ومن في البريك تاعكم. وهذاك الفراغ اللي في الوسط نديروا الحبه تاع البيض، ولا اللي يحب يدير غير الصفر وحده يدير. والحبه سيو تعمروهاش بزاف باش في الغلقه تجيكم سهله. نطوي بهذه الطريقه هاد لي دو كوتي، ابخي التحتانيين نلمهم بهذه الطريقه من التحت ومن الفوق، ونقلبها بكل سهوله. نقليها على زيت تكون سخونه مليح، وكي تحطوها في الزيت غير بالعقل حتى وين تتحمر من التحت، بعدا قلبوها. حنا صفار البيضه نحبوه يكون طايب مليح لداخل، واللي يحبها تكون مروبه هذيك الحبه تاع البيض يقليها على نار تكون قويه حتى وين تتحمر من لي دو كوتي وينحيها تما. وقدمت البريك بالقارص والشوربه. والناس اللي تحب البوغاطه في لي سالاد تاعها ننصحكم تجربوا افضل بوغاطه تقدروا تسيوها، وهي البوغاطه تاع كومباني لا كاليتي تاعها بزاف هايله. سيوها وبصحتكم.